السلام عليكم، مرحبا بكم في قناتكم مطبخ طبي الأمم. قبل ما نبدا فيديو تاع اليوم صلوا على الحبيب لأفضل الصلاة والسلام. فيديو جديد وصفة جديدة كما عودتكم الوصفات السهلة والسريعة. جبت لكم أروع تحلية تحضر في دقائق، وزدت لكم وصفة تاع لاجولي صنع منزلي بدون فلون، سهل مهل ويجي بنين. وصدقوني هذه التحلية تاكليها وتعاودي وتزيدي وما تشبعيهاش. بواحد الكريمة واحد القوام ما عندي ما نحكي لكم. في إناء عندنا كأس إلا ربع من بودرة الشانتي. هنا عندنا ايضا نصف كأس زائد اصبع من الحليب البارد جيدا. تقدروا تستبدلوا الحليب بالماء، ولكن بالحليب حيعطي لها واحد البنه واحد القوام ما عندي ما نحكي لكم. وكما قلت لكم هذه التحليه بما انه كاين بزاف اخوات راهم صايمين الصابرين، تقدري ديريها وتقدري ديري بها ايضا في مناسباتك، وايضا تقدري ديريها في العرضات نتاعك، وحتى ديريها كمشروع في جوتابل يعني في كؤوس جوتابل. كما راكم تشوفوا اخواتي حنديرها بذوق الباناكوتا. يعني عندي زوج علب من هذا الياغورت راح يعطي لها واحد البنه واحد التعليكه. لما تاكلي هذا التحليه ما راحش تعرفي واش درنا فيها ولا واش كاين فيها، بلا ما نطيبوها بلا ما نزيدوا لها السكر. يعني سهله مهله تحضريها في دقائق. والفراز راهو الموسم تاعو راهو رخيص، يعني علبه راهي تشريها كميه كبيره الله يبارك بالسعر يعني بزاف بزاف مغري. كما راكم تشوفوا اخواتي راح نطلع كل شيء بالباتور بعد ما درنا هذاك بودره الشانتي، بعد ما درنا هذاك نصف كاس من الحليب زائد اصبع من الحليب البارد، وضفنا زوج علب من الياغورت باناكوتا. نتحصلوا عفوا على لاموس نتاعنا بهالطريقه. قلت لكم واحد التعليكه واحد القوام واحد عندها بنه، وحتى ماهيش فيها ما فيهاش بزاف سكر. هنايا راح نجيبوا اي اناء، راح نجيبوا هنايا الحليب، وراح ايضا نجيبوا هذا جاي يخدموه للحليب. دوك نوريكم القرعه تاعها. يستعملوه للحليب بذوق الرمان او بذوق الفراز. انت اذا درتي الرمان في التحليه تاعك تستعملي الرمان، اذا استعملتي تاع الفراز تقدري تستعملي تاع الفراز. اذا كما راكم تشوفوا اخواتي انا عندي هذا بذوق الرمان ولكن خلاص لي تاع الفراز، وكما قلت لكم خدمت بها عادي. اذا ما عندكمش تقدروا ديروا ليكستري تاع الفراز، الشيء اللي يكون عندكم تقدروا تستعملوه. راح نجيبوا لي بودوار تاع تيراميسو. كما راكم تشوفوا اخواتي هذه العلبه راح تكفيني وتوفيني حتى نكمل كامل الكميه. هنايا شفت بلي الحبات كبار، جبت هذو لي زاسيات او ليفيرين اللي عندي. انت الشيء اللي يكون عندك اي طبسي تقدري تستعمليه، ولكن هذا راح يعطي لك واحد التزيين رائع سامبل ويجي هايل. وانت كما قلت لك حسب المناسبه تاعك، اذا كنتي درتيها للحفلات تقدري ديرها في الكؤوس جوتاب، كنتي حبيتي انك ديريها كمشروع ايضا بعد نوريكم العلب اللي خاصين بالمشاريع وراح تجي هايله وايضا غير مكلفه. وديريها ثمثم، ما حتجيبي هذوك البودوار ثمثم خياتي لازم وضروري انك ما تخليهاش في الحليب لانه يتشرب كميه الحليب بزاف. لذا ديريها بدخله بخرجه دخله بخرجه. ديري الطبقه الاولى كامل البودوار، من بعد نديرو طبقه ثانيه بلاموس نتاعنا. شوفوا كيما هكا درتها في لابوش وبديت نعمرها كامل الطبقه الثانيه والطبقه الثالثه. دوك تشوفوا كيف راح نديرها. قلت لكم ثم في وقفه على بالي اخواتي كاين كيما قلت لكم في البدايه كاين اللي صايمين يروحوا يوليو للكوزينه يشوفوا واش يديروا يعني واش ياكلوا تحليه. هذه سهله مهله وما تكلفكش كامل. جبت كميه قليله من الفراز يعني كميه صغيره، يعني اذا شيتي قس بعرف راح تجيك كميه هذه ربي يبارك وديري كامل هذه التحليه. شوفوا جاتني اكثر من 8 ليفيرين. كما راكم تشوفوا اخواتي الفراز نتاعي حنقطعها مكعبات صغيره. اذا عندك كميه كبيره تاع الفراز ديريها شرائح يعني ديريها دويرات افضل وافضل. واذا عندك كميه قليله كيما انايا ديريها مكعبات صغيره بهذه الطريقه. راح نرشها كامل او نديرها كطبقه ثالثه في ليفيرين تاوعي كامل. ومن بعد نكملهم كامل نروحو نديرو الطبقه الرابعه لاجولي صنع منزلي بطريقه سهله مبسطه بدون فلون بدون ما تكلفي روحك بلا ما والو. قلت لكم راح نقترح عليكم بزاف وصفات، راح يكونوا فيديوهات بزاف متنوعين اللي راهم جايين باذن الله. فقط ادعوا لي بالصحه هذا مكان خياتي. كما راكم تشوفوا اخواتي بعد ما ندير كامل الفراز في ليفرين تاعي نروحو نديرو لاجولي تاعنا. عندنا نصف كاس، ديروا حوالي كاس من الحليب عفوا كأس من الماء خير باش دير كامل هذه الكمية. وراح نجيبو هنايا 4 ملاعق مملوءة من السكر حتى ال5 بهذه الطريقة. راح نجيبو هنايا أيضا ملعقة، نكملو بالملعقة يعني ملعقة ممسوحة من النشاء، يعني طريقتها سهلة مهلة. وراح نضيفوا ليكستري كما راكم تشوفوا تاع الفراس. اذا كما راكم تشوفوا اخواتي كما قلت لكم تقدروا تستعملوا هذاك تاع الحليب، يعني هذاك نسيت كي اسمه والله لا راح لي اسمه تاعو. يستعملوه بزاف في الحليب وفي القهاوي. ان شاء الله ندير لكم يعني كابتور على القرعه ونوريها لكم قدامكم وتشوفوها. راح نجيب كل شيء نحطه فوق النار ونحرك نحرك 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 حتى يختار لي لاجولي.
اعتذر اخواتي عن الاصوات. كما راكم تشوفوا لاجولي تاعي بعد ما نحركها بهذه الطريقه بالفوي حتى تختار لي، وراح تشوفوا القوام تاعها يجي هايل بزاف بزاف. كنتو طلبتوها لي كما قلت لكم عده مرات اني نديرها لكم، ان شاء الله ندير لكم فيديو خاص هكا باش تلقاوه في فيديو وحده، باش كي تحوسوا على لاجولي تلقاوها. حبيتوا ديروها بها تحليات، حبيتوا ديروا بها مشاريع وصفات، ان شاء الله نعطي لكم يعني عده انواع اذواق مختلفه بطريقه سهله بلا فلون بلا والو. كما راكم تشوفوا بعد ما حركتها راح تحصلوا على هذا القوام يجي هايل هايل. واش نحكي لكم، وكما قلت لكم في البدايه باش تعطيكم كميه تكملوا تزينوا بها كامل ليفرين تاعكم، ديروا كاس من الماء بهذا المقادير باش ما تجيكمش بزاف خاطره وتجيكم مليحه. اذا كما راكم تشوفوا هذا هو القوام تاعها يجي هايله. واذا حبيتوا انكم تضيفوا لها الملون او المذاق منكه تاع الفراز، يعني اللون كما حبيتوا نتوما. اذا شفتوها بلي ناقصه يعني اللون تاعها باهت تقدروا ديروا لها ليكستري تاع الفراز، حيعطيكم لون افضل وافضل. راح نديرها كامل في ليفرين تاوعي كطبقه رابعه. وشتو الطبقات اللي درناهم، الطبقه الاولى عباره عن بيسكوي يعني او لي بودوار، طبقه ثانيه لاموس سهله مهله تحضر في دقائق، ما تديكش كامل الوقت بلا ما طيبيها، ما فيها لا بيض لا مارغرين لا والو. والطبقه الثالثه اللي هي الفراز كنت قطعتها رقيق باش تعطيني كميه كبيره. اما بالنسبه للطبقه الرابعه اللي هي لا جولي صنع منزلي بدون فلون بلا والو، شتوها سهله مهله وتحمر لك الوجه قدام ضيافك، ولا حبيتي تاكلي حاجه حلوه تقدري ديريها. وكما قلت لكم الذوق معتدل، ماهيش حلوه بزاف وماهيش صامته، راح تجي معتدل، تجي هايله تاكلي حبه زوج وما تشبعيهاش. نصيحه مني في هذه الوصفه انه لي بودوار لما ديريهم في الحليب ما تخليهمش يتشربولكش كميه، ما يتشربولكش كميه كبيره من الحليب، يعني ثمثم تحطي البودوار تاعك ثمثم تخرجيهم وتخدمي بهم، يعني ثمثم باش ما تشربلكش بزاف الحليب. وكيما راكم تشوفوا هذا هي التزيين تاعها البسيط. اذا كنتي حبيتي ديريها كمشروع تقدري ديريها في ليفرين قلت لكم جوطابل، حبيتي ديريها ايضا الحفلات مناسبات، وايضا تقدري تستبدلي اي نكهه من الفوق حسب الموسم تاع الفاكهه، تفاح بنان كيوي فراز رمان، حسب الموسم تاعك. ولكن هذا الموسم تاع الفراز راهو رخيص. وشوفوا القوام تاعها يجي رائع وبنين ويجي كميه كبيره، وقلت لكم راح يجي رائعه حتى انكم تقدروا تخدموا فراز او معجون تاع الفراز وتخبيوه الوقت اللي تحبوا تستعملوه تقدروا تستعملوه. وان شاء الله ندير لكم وصفه الفراز اللي حاب يديروها كمشروع ولا يحبوا يخزنوا الفراز مادام راهو رخيص بزاف بزاف، يعني العلبه ب 15000 حتى 12000. اذا كما راكم تشوفوا يجي كريمي هايل. اخواتي ولا خياتي، اذا عجبتكم الوصفه خلونا جام وتعليقات ليصلكم كل جديد، ومهم البارطاج مع الاحباب. استنوني مازال جديد ان شاء الله.